عاملين ايه؟ بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش، وانا قعدت كده قدام الكاميرا وصورت لكم فيديو. النهارده هنتكلم في كذا حاجه. اول حاجه ازاي نلم المتراكم، تاني حاجه ازاي نمشي في الجديد واحنا بنلم المتراكم، وتالت حاجه وهي ازاي نحط خطه المراجعه وباقي 3 شهور على امتحانات الثانويه. عايزه اقول لاي حد ما بدأش، وانت لو شفت الفيديو ده وبدأت صدقني انت هتوصل لحلمك، والله انا مش بقول الكلام ولا ببيع كلام ولا الكلام ده. انت فعلا هتوصل لحلمك لان انت هتذاكر وهتراجع مرة واتنين وتلاتة وهتحل كتير، وكل ده في ال3 شهور بس. اول حاجة مطلوبة منك هي تغيير طريقة المذاكرة. يعني انت دلوقتي وراك متراكم ووراك جديد، ما تجيش تذاكر ده بنفس طريقة ده. يعني مثلا هتيجي دلوقتي هتذاكر المتراكم، مطلوب منك هتشوف الشرح، بعد كده هتخطط في الكتاب وتكتب الحاجات اللي المستر كان قايلها وهي مش موجودة في الكتاب. بعد كده هتحل عليه كتير جدا. اهم حاجة الفترة دي هي الحل. بعد كده هتذاكر الجديد، برضو هتعمل نفس الكلام اللي هو هتشوف الشرح، بعد كده تبدأ تخطط في الكتاب، بعد كده تبدأ تحل. طب انتي عايزاني كده كده دي اسمها كروته؟ اقول لك دي ما اسمهاش كروته، انت هتراجع مره واتنين وتلاته، والحل الكتير اهم من الشرح اصلا. تاني حاجه عايزاك تعملها هي زياده معدل ساعات المذاكره. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي كنت بتذاكر مثلا الكيمياء في 4 ساعات، فاحنا لا هنخليهم 6 ساعات. كنت بذاكر الفيزياء في 7 ساعات مثلا، هنخليهم لا 9 ساعات. ده كتير؟ اه كتير. الفترة دي كل مطلوب منك انك تنعزل انعزال تام عن صحابك عن اهلك، تبقى في اوضتك، كل وظيفتك في الحياة نوم وعبادة ومذاكرة بس. دي الحاجة الوحيدة اللي انت تعملها الفترة دي. ايوه يعني انت عايزاني انعزل عن العالم وابقى وحيد وهيجيلي اكتئاب الفتره دي؟ هقولك انت خلاص احنا دلعنا نفسيتك طول السنه، وانت لسه ما بداتش ولسه هتبدا. هتضغط على نفسك كام يوم؟ هتضغط على نفسك كام يوم. لازم بقى تضغط على نفسك عشان توصل لحاجه كويسه. حتى لو انت لسه بادئ ما تقولش لا انا مش هوصل وربنا مش هيساويني. انت مش ربنا عشان تحكم، ربنا بيشوف المجهود مش بيشوف السعي. وفي دكاتره كتيره جدا بدأوا من شهر 2 ومن شهر 3 ووصلوا وبقوا في طب عادي. انت كل اللي عليك انك تبدأ. يبقى اول حاجة قلناها تغيير خطة المذاكرة. تاني حاجة قلناها يعني معدل ساعات المذاكرة هيزيد. تالت حاجة قلناها وهي الانعزال عن الرفاهيات والناس. يعني السوشيال ميديا تتمسح، الكون مش هيتغير في ال3 شهور دول، وانت مش احداث الدنيا كلها مش يعني انت كمان مش هتشوفها عادي. السوشيال ميديا تتمسح. علاقتك مع صحابك تنقطع. تنقطع، اللي هو هقطع صحابي، قطع صحابك ال3 شهور دول. ما هم صحابك دول هم اللي جابوك ورا. اهلك برضو علاقتك بيهم هتبقى قليلة جدا، اختلاطك بالناس عموما كلها هتبقى قليلة جدا. طيب انا دروسي سنتر وبتاخد وقت كبير. هقول لك عادي جدا. اول حاجة احنا عايزين هنعملها، احنا هنخلي يومنا يومين، يومين في يوم واحد. ايوه انت عايزين نعمل ايه يعني؟ هقول لك انت هتنام 8 ساعات بس منفصلين. اول 4 ساعات هتنامهم هتصحى منهم تذاكر مادتين. مادتين دول هيبقوا هتذاكر فيها المحاضرات الجديدة حتى لو ما تعرفش فيها حاجة. يعني مثلا نازل مثلا في الاحياء المناعة هي اللي نازلة الفترة دي، خلاص يبقى انا هتفرج على المناعة واذاكرها كأني بذاكر كل اللي فات. هتخلص المادتين دول يعني اللي هو الحاجات الجديدة هتذاكرها شرح وتخطط وتذاكر وتحل في المادتين. بعد كده هتنام 4 ساعات تاني وهتقوم تذاكر مادتين بس. هتذاكر من مادتين غير المادتين الاولانيين. هتذاكر المادتين التانيين دول اللي هو هتذاكر فيها المتراكم برضو وشرح وحل وكل ده. اهم حاجة انك ما تسيبش نفسك سداح مداح. يعني مثلا هتحدد لنفسك مدة معينة هتخلص فيها المنهج كامل. يعني مثلا على نهاية شهر 3 ان شاء الله هخلص المنهج كله، وممكن كمان ابقى راجعته مرة. ده انتي بتقولي ايه هخلص اللي خلصوه في 8 شهور في شهر؟ انت تقدر عادي بان انت هتزود عدد ساعات المذاكرة، ممكن توصل ل 14 ساعة في اليوم. انت لو ذاكرت 14 ساعة في اليوم حضرتك انت عادي ممكن هتنام 8 ساعات ويبقى في ساعتين ترفيه. والنظام ده لبتوع الاونلاين مش السنتر، عشان محدش يقولي سنتر ازاي هنذاكر وازاي مش عارفه ايه. كل مطلوب منك لو انت خلصت المنهج في السنتر، يعني استغلي الوقت الفاضي وان انت هتلغي السنتر وتحول كل دروسك اونلاين. عشان انا دايما شايفة ان السنتر هو بتحرق مجهود، بتحرق وقت. حتى لو مدرسين السنتر احسن، انا مش بقولك اقعد، بس انا بقولك لو انت خلصت منهج اصلا في السنتر اقعد وكمل مراجعة اونلاين لو انت شخص ملتزم. يعني مش هتراكم عليك محاضرات ولا هتراكم عليك واجبات، وهتعرف تعمل التزام لنفسك، فتمام جدا. وعادي جدا انك تبدأ في الاونلاين في المراجعة، علشان خاطر السنتر بيحرق وقت بجد في المراجعة وكده. فدلوقتي كده احنا قلنا كذا حاجة، قلنا لغاية دلوقتي 5 حاجات. ايه هما ال5 حاجات؟ تغيير خطة المذاكرة، زيادة ساعات المذاكرة،
تخلي عن رفاهيات والسوشيال ميديا. رابع حاجة مش فاكرة. رابع حاجة تخلي يومك يومين. خامس حاجة تحط خطة للمذاكرة. وهنيجي لسادس خطوة ودي هي أهم خطوة. خلي تلت وقت المذاكرة شرح وتلتين حل. ليه الحل هو أهم حاجة؟ انت ممكن تبقى عندك خلفية عن المنهج بس بتحله كويس جدا. انا بقى كل اللي انا طالباه منك انك تحل كويس. ايوه انا بحل كتير وبحل غلط، حل كتير وغلط وتعلم من غلطك. يعني هتخلي بعد كده عدد مثلا بتذاكر مثلا دلوقتي 4 ساعات مذاكرة ولا 5 ساعات، هتخلي تلت يعني تلت الوقت ده هتخليه شرح والتلتين هتخليهم حل. انا مش عارفة بصراحة اعمل معاكم ايه تاني. انا فعلا انا واحدة فقدت الشغف بسببكم. يعني اغلب الناس اللي بتابع معاها فيهم اللي لسه بيتدلع وحرفيا تعبوني، فيهم اللي بدأ والحمد لله مستمر. انا دلوقتي عايزه اقول لك ابدأ. يعني انت لو وصلت لغايه هنا ولسه مكمل الفيديو فانا عايزه اقول لك ابدأ. اعمل اللي عليك، ربنا هيسويك عادي. ربنا بيشوف المجهود والنتيجه دي حاجه من ربنا انت ما تفكرش فيها. وهتفرحي مامتك وهتفرحي باباكي وكل الكلام ده. كل المطلوب منك انك تبدأ وتسيبها على ربنا. ولو محتاج اي حاجه ابعت لي انستا او ابعت لي تليجرام، انا برد على كله معاك من اخر لحظه. سلام.